بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجنا نفحات رمضانية. هذا اليوم أحببت أن نتعرف على عادات الدول الإسلامية الأخرى في رمضان، استقبال رمضان، عاداتهم في الأكل، في كيفية قيام الليل، استقبال كذلك السحور، الإفطار، وأحببت أن تتعرفوا على هذا من أفواههم. فإليكم هذه اللقاءات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نلتقي مع أخونا الاسم الكريم. أنا اسمي حمادة. حمادة أبو كريم. أبو كريم، حياك الله أبو كريم. الله. من وين؟ أنا من مصر. من مصر، من كفر الشيخ. أم الدنيا، حياك الله. حياك الله. طيب أبو كريم، ممكن تحدثنا عن طريقة السحور في مصر، طريقة الإفطار كيف؟ هي ضروري عن اللبن. ضروري عن اللبن دي بيبقى يعني يبل ريق النفر، ما ايه، عشان ما تفضلش طول النهار عطشان. طيب الإفطار ده بقول لك يعني غير التمر والماء طبعا، هناك في أكلة خاصة في مصر. هو طبعا يعني الفطار ده بيبقى ضروري عن الغذاء. ايه، ضروري عن الغذاء. الواحد بيبقى صايم طول النهار، تمام، ولازم ياكل لقمه حلوه، لقمه كويسه في ساعه يعني الفطار. شيء متعب عليه. ايوه، حاجه كده مغذيه. تمام. مثل وش الأكلات اللي تاكلونها في الإفطار؟ والله يا اخي، هي اللي على مزاجه حاجه ياكلها، واللي مش على مزاجه ما ياكل. اللهم لك الحمد. طيب كيف صلاة التراويح هناك في مصر؟ صلاة التراويح يعني هل يصلون كم ركعة مثلا؟ هل يصلونها جماعات؟ صلاة التراويح طبعا بتبقى 8 ركعات، وركعة شفع، وركعتين شفع، وركعة وتر. أيهما يعني تحس أن أجمل، رمضان في السعودية ولا رمضان في مصر؟ والله يا أخي هي كلها أرض الله. تحس إن الناس يعني إيه، بتعمل خير، بتأكل اليتيم، بيأكلوا اليتامى هنا. الحمد لله. يعني الراجل الشغيل، الراجل العامل اللي شغال دوت. شكرا جزيلا أبو كريم. وبالله عليك ترسل الرسالة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي الآن بالأخ. الاسم؟ أنا اسمي شمس الحق. شمس الحق، من وين شمس الحق؟ أنا بنغلاديش. طيب يا شمس الحق، ممكن تحدثنا عن رمضان في بنغلاديش؟ كيف مثلا السحور، الفطور، ايش اكل هناك؟ الحمد لله كويس. في فطور، في إفطار، في سوي سمبوسة، شوربة، هذا أكل. هذا بنغلاديش اسمه، هذا أكل رئيسي. هذا بنغلاديش أكل رز أبيض. الرز أبيض، هذا لحم، دجاج وسمك. طيب بعدين والسحور؟ مغرب. لا، فجر. سحور. فجر سمسم، هذا رز أكل سمك وسوي دام. طيب كيف صلاة التراويح هناك؟ هذا ما في هنا سمسم تراويح. هذا بنغلاديش في 20 ركعة هذا تراويح. ساتبور. طيب يا شمس، الحين أنت في السعودية كم سنة؟ الحمد لله 20 سنة خلاص. ما شاء الله. الحين انت من بنغلاديش خلاص؟ ولا يذكر؟ لا كيف انسى. انا هذا 3 سنة بعد اجازة خلاص انا يجي الحين. ما شاء الله. ما في انسى. طيب في فرق رمضان هنا ولا فرق بنغلاديش؟ ايش احسن يعني؟ لا هذا سمسم رمضان. هذا رمضان هنا في شوية عصان، في حرارة وقت في عصان. هذا في يجي مطر. الحين مطر في بنغلاديش. الحين مطر في موجود. اوكي، شكرا شمس الحق، شكرا. السلام عليكم. قد يبدو وكأنه قطع للطريق، وما هو بذلك، ولكنه الكرم حين يبحث عن مواطن الله. في قرى ولاية الجزيرة وفي شهر رمضان وعند ساعة المغيب درج هؤلاء على إغلاق الطريق أمام العابرين، ليس من سبب يدفعهم لفعل ذلك سوى أنهم يريدون أن يكونوا ضيوفا على مائدة إفطارهم. طبعا شهر رمضان شهر الخير والبركه، واي انسان بيحب فيه الخير والبركه، عشان كده دايما بنطلع برا في الشارع. اي زول عايز يكتسب حسنات
والناس عايزينها تيجي تفطر معانا. يعني لو قلت لك زول هنا ده بيجي في النوبة وبيعبر يفوت أكون كذبت عليك. حتى لو يقتل واحد فينا في الزلط ده احنا ما بنخليه يمشي. يفرشون بساطهم ويأتي كل واحد منهم بما جاد به بيته من طعام ليقدمه لكل قادم قاده الطريق إليهم. على طول الطريق الذي يربط بين العاصمة الخرطوم وقرى ومدن أواسط السودان تنتشر هذه المجالس التي لن تترك مارا إلا أوقفته، إذ في الريف هنا اعتاد الناس أن يكونوا أقرب لبعضهم، وتزداد هذه المزية في هذا الشهر الكريم، مزية تجعل في بساطة حياتهم وفيما يقدمون قيمة إنسانية تعظم كلما تعاظمت جهود الجميع من أجل إبرازها.